ازيكم شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على رياكت راوتر داتا مود، وفي الاخر هنوصل للنتيجه دي ان شاء الله. فتعالى نشوف ازاي احنا عملنا الحوار ده. التوبكس اللي احنا هنتكلم عليها النهارده هو هتكون ايه الفرق ما بين الديكلاريتيف مود والداتا مود، وازاي ان احنا نعمل نستد راوت عن طريق ان احنا نعمل داشبورد ان تكون هي عباره عن لاي اوت، وجوه الداشبورد دي يكون فيها اوتلت بحيث ان احنا نظهر فيه الداتا او الكونتنت بتاع كل بيج احنا عاوزين ننزله، زائد ازاي ان احنا نستخدم اللودر عشان نعمل فيتش للبرودكت داتا من طرف الاي بي اي كل ما نيجي ندخل على البرودكت، من غير ما احنا نستخدم الطريقة التقليدية اللي احنا استخدمناها المرة اللي فاتت اللي هو عن طريق يوز افكت. بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل برودكت كارد، ودي اللي انتوا شفتوها قدامكم اللي هي هتكون بالشكل ده. دي برودكت كارد، تمام. بعد كده هنعمل ديسبلاي للجريد جوه داشبورد عن طريق البرودكت كاتالوج. طيب، اول حاجة خالص هنبدأ ان احنا نعمل حاجة اسمها router.tsx. هنروح كده في السورس نيو فايل اسمه router.tsx. هنا اول حاجة هنعملها import create browser router، بس هنا مش react router دون، هنشيل بس كلمة دون دي. وبعد كده هنعمل import ل router provider. بعد كده هنا هنقول const عاوزين حاجة اسمها router equal create browser router، وانا هيكون جواها array دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها مجموعة من الاوبجكت دي بيكون فيها الباث والكومبوننت، تمام. هنكتب اول باث واللي هو هيكون خاص بالهوم او الاندكس عامة. بعد كده هنا هنقول component هتكون login، وهو كده كده اصلا هيعمل import للوجن from pages login. بعد كده هنعمل object تاني هيكون ليه routing تاني برضو، واللي هو هيكون الداشبورد، نقول هنا pass dashboard، وطبعا الكومبوننت بتاعته هتكون داشبورد. ولكن خلي بالك ان الداشبورد دي مش لوحدها، الداشبورد دي المفروض هو يكون فيها children، تمام. فهنا احنا هنكتب children، والchildren دي هي بتاخد array زيها زي create browser router، والاري ده برضه هيكون فيه مجموعة من الراوتس اللي انت هتبدأ ان انت تأكسسها داخل الداشبورد. يعني مثلا في الاخر خالص المفروض ان يكون الداشبورد عندك بالشكل ده سلاش داشبورد سلاش وات ايفر بقى، مثلا برودكت يوزرز اي حاجة. فانا هنعمل اول اوبجكت هيكون فيه الباث واللي هو هيكون برودكت سلاش برودكت، وانا الكومبوننت بتاعتي هتكون عبارة عن حاجة اسمها برودكت كاتالوج. انا عارف ليه مش موجودة حاليا، ولكن احنا هنعملها بعد كده. في اي حاجة احنا عاوزين نعمل لها فيتش للداتا بتاعتها، هنعملها فيتش ازاي؟ عن طريق ان احنا نعمل حاجة اسمها لودر. لودر دي هي بتاخد async function، ممكن تعملها anonymous function او ممكن تعملها handle هنا من الاول خالص. مثلا هنا ممكن تقول const handle load product مثلا، تمام. واقول له هنا مثلا عاوز اعمل هنا API هستدعيها بس الأول. هنا response await API get للبرودكتس. بعد كده هنا هتبعتهم response.data. فهنا هتقول له مثلا handle للبرودكتس، أو ممكن تشيل كل ده وتعملها anonymous بالشكل ده برضه. وبس كده. بعدين بقى تبدأ إن أنت تقول له أنا عاوز أعمل export default لمين، وهنا بيقترح لي الراوتر، ولكن مش هو ده اللي يحصل. انت هنا هتقول له function اسمها app مثلا router، تعمل return ل router provider. بعد كده تبعت له router as attribute اللي هو هيكون
راوتر. طبعا هنا هو مطلع ايرور بسبب ان هو برودكت كاتالوج مش موجودة، فانت كده كده هتعملها كرييت. انا بس عملت كومنت هنا عشان ملهاش لازمة ان انا اكتب فانكشن هنا وتكون موجودة هنا اصلا. تعالى بقى نظبط الداشبورد كده شوية. روح البيجز، روح على الداشبورد. هتبدأ بقى ان انت تشيل كل الحاجات اللي هي ملهاش لازمة دي، زي مثلا يوز افكت وهي يوز ستيت. تمام. تعمل بس import لمين؟ ليه حاجتين مهمين جدا هما الاوتلت، تمام، الرياكت راوتر واللينك. وعلى ما اعتقد احنا اشتغلنا باللينك هنا قبل كده في الاب دوت دي اس اكس. احنا اشتغلنا باللينك وعرفنا ان هو اللينك ده تو بدل href، صح كده؟ فدلوقتي عايزين بقى ان احنا نحط الحاجات دي هنا عشان بس مناخدش وقت طويل في ان احنا نكتب من الاول تاني. هفهمك انا الحوار كله هنا. كل الحكاية ان انا عملت زي div يكون container للسايد بار، او يكون container اصلا لللاي اوت عامة. هفهمك انا هنا ايه الحوار. بص يا سيدي، انا هنا عملت div يكون container لللاي اوت كلها الخاصة بالداشبورد. بعد كده هنا بدأت ان انا اعمل سايد بار عن طريق اللي هو السايد. بعد كده هنا بدأت ان انا اخليه يكون لونه جراي، والتكست بتاعه يكون وايت، والبيدنج بتاعه يكون 4. التكست بتاعه هيكون لارج للداشبورد بحيث ان هو يكون باين على اساس ان هو عنوان. تمام، ان انا حاططه ب H2. بعد كده حاطط هنا navigation bar. تمام، navigation bar دي كل حكاية ليها هتكون horizontal، كل حكاية هنا هتكون vertical مش horizontal، بحيث ان هي تكون موجودة في سايد بار اقدر ان انا اتحكم فيها وكأنها داشبورد حقيقية. زي كده مثلا الجزئية اللي احنا شفناها في الاول خالص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا انا بعمل هوفر باك جراوند بحيث ان هو يديني كده افكت ان انا قادر ادوس على المنطقة دي كلها. تمام، مش شبه النافيجيشن بار اللي هي كانت فوق، اللي هي كانت بس بعمل هوفر على اللينك بس. لا، هنا بعمل هوفر على المكان ده كله. وانا راوندد شوية، ممكن اخلي الراوندنج بتاعها يكون عالي شوية مثلا 2 اكسل. بعد كده هنا بعمل المين كونتنت اللي هو هيظهر في الاوتلت بتاعي، اللي هو ايا كان بقى البيج اللي انا هستعرضها جوه الداشبورد. يعني مثلا هنا لو ظهرت يوزر، لو ظهرت برودكت كاتالوج، لو ظهرت مثلا تيبلز تانية، فهي كلها هتظهر في المكان ده. عشان كده انا عامل فليكس 1. تمام، وفي نفس الوقت عامل الباك جراوند تاج تكون جراي كده شوية عشان ما تبقاش وايت. تعالوا بقى ان احنا نعمل البرودكت كارد. انا هعمل حاجتين مع بعض. هروح كده على الكومبوننت واقول له هنا انا عاوز اعمل برودكت كارد دوت تي اس اكس. بس قبل ما ابدا ان انا اكملها، انا عاوز اعمل التايب بتاعي جوه هنا فولدر اسمه تايبس. هبدا بقى ان انا اقول له هنا ايه، هبدا بقى ان انا اقول له عاوز التايب يكون اسمه product دوت تي اس. بعد كده هنا هقول له export type هيكون اسمه product، عنده ID و name و price و description. for example ممكن اشيل description حاليا. بعد كده برضو هعمل export للtype اللي هو هيكون اسمه product list، هيكون equal للproduct بالشكل ده. هحتاج البرودكت ليست لما اجي اعمل فيتش للداتا اللي جاياني من السيرفر، ان هي هتكون مجموعة من البرودكت مش برودكت واحد بس. بعد كده هنا اروح بقى للبرودكت كارد، انا هنا عاوز اعمل import لمين، import type للبرودكت from types product. بعد كده هنا اقول export default للفانكشن. لو تلاحظوا ان انا خلاص بدأت ان انا اعتمد في الكتابة بتاعتي على export default function. مفيش حاجة مثلا هنا اسمها مثلا كونس بعد كده بعمل فانكشن بعد كده بعمل export default تحت. فانت لو اخدت نوع معين في الكتابة حاول انت تلتزم بيه طول الوقت. هضيف product card. لو تلاحظ انا مضطر ان انا اعمل حاجة هنا مهمة جدا، البروبس بيبقى ليها type صح. فانا هنا هعمل props اللي هو هيكون product. بعد كده هقول له والله ان البرودكت ده
هو عبارة عن ايه؟ برودكت من التايب بتاعه هو برودكت. الموضوع ده رخم شوية انا عارف. هو اصلا مشكلة كبيرة جدا في التايب سكريبت. انا مش عارف هما ليه مسهلوش الموضوع ده علينا لغاية دلوقتي. وبعدين المفروض بقى ان احنا نعمل ريتيرن لمين؟ لحبة جي اس اكس. فنعمل ريتيرن كده دي عشان نشرح. بص يا سيدي، الموضوع سهل وبسيط. كل الحكاية هنا ان انا عملت زي بوردر لكل div زي ما انت شايف هنا كده، في بوردر حوالين البرودكت كونتنت. تمام. طبعا راوندد بشكل LG، معمول عليه شادو بسيط. هنا الباك جراوند بتاعه وايت. بعد كده هنا overflow hidden. بعد كده بعمل هوفر عليه بيخلي الشادو بتاعه يكبر شوية، بدل ما هو يكون شادو عادي يكون شادو LG. مثلا انت لو رحت هنا شفت مثلا عملت كده هوفر، هتلاقي اللي هو الموضوع بقى فيه شادو شوية. ممكن تكبر الشادو شوية عشان يبان أكتر. بعد كده هنا أنا ببدأ إن أنا أقول له لو البرودكت فيه ايمج فاستعرض الايمج بتاعتي. تمام. لو ما فيش ايمج فأقول له إن هو والله ما فيش ايمج، في سبان كده شكله حلو، اسمه يقول لك هنا نو ايمج. بعد كده ببدأ إن أنا أحط الداتا بتاعتي في مثلا h2 بالنسبة للبرودكت نيم، والبرودكت برايس حطه في بي تاج. طبعا ممكن تحط اللي هي علامة الدولار دي، أو ممكن تعملها لوكاليزيشن بحيث إن أنت تشوف هو فاتح من أنه بلد وتبعت اللي هو الكرنسي الخاصة بيه. وهنا الفيو ديتيل هيكون بutton عشان تقدر أنت تشوف البutton ده في الآخر. المفروض هو يديلك اللي هو البرودكت ديتيل مع edit وكمان delete أي اوبشن تاني. واخر حاجه بقى معانا هي البرودكت كاتالوج. هنا في البيجز هنقول البرودكت كاتالوج، نعمل الامبورت لحاجه مهمه جدا واللي هي هتكون يوز لودر داتا. الهوك ده هو مسؤول بقى عن ان هو بدل ما انت تعمل يوز افكت، لا الهوك ده هو مسؤول ان هو ياخد الداتا اللي هو عملها لود لما انت دخلت على البرودكت على صفحه البرودكت، وبعد كده يخليها موجوده عندك في كونستنت. الكونستنت ده انت ممكن تعمل لودنج جوه بالشكل ده. هنشوف دلوقتي مع بعض. نكتب هنا use loader data from react router. بعد كده برضو هنعمل import للproduct card، ونعمل برضو import للtypes ان هو هيكون product list. نسيت هنا بس اكتب كلمة import type. هنا هعمل export default للfunction اللي اسمها product catalog. وهنا هعمل constant. الكونستنت ده هيكون فيه products equal use loader data as product list. بعد كده هنا هعمل return ال UI بتاعتي ان هو هتكون فيها الجزئية دي. هنا عملت div عشان يكون ماسك ال UI بس مش اكتر من كده. تمام. في بس حبة padding. عملت h1. ال h1 ده عشان يبقى فيه اسمه product catalog زي ما انتوا شايفين هنا. وبعد كده هيكون في div تاني يكون فيه الجريد. هنا الجريد columns 1 في حالة ان هو يكون small هيكون الجريد columns 2، وفي حالة ان هو يكون medium في حالتنا دي هيكون جريد column 3. بدأت ان انت تقلل شوية، المفروض ان هو يتحول ل 2 زي ما انت شايف. بعد كده يتحول لمفروض 1 عشان يكون responsive معاك. برضو عاوزين نظبط الريسبونسيف بتاع الداشبورد، فهنا بس المين هو دلوقتي responsive. بعد كده بقى جوه الجريد هنبدأ بقى ان احنا نحط له البرودكت كارد. طبعا عشان احنا جوه ماب فانكشن فلازم يكون هنا key product.id عشان ال ID ده يونيك مش هيتغير خالص. وهنا البرودكت equal product اللي هو هيكون السنجل ايتم جوه البرودكت. تمام. طبعا احنا هنا المفروض نقول له البرودكت بتاعنا ممكن يبقى من ضمن البرودكت تايب، فاحنا هنستدعي البرودكت تايب عشان يقدر يفعل معانا الانتنسنس ده بس. وبعد كده بقى نروح على الراوتر نعمل هنا import للبرودكت كاتالوج. واخر حاجة بقى هنروح على المين.tsx
خلي بالك عشان الجزئية دي مهمة جدا وفي ناس بتنساها دايما، هي فكرة ان احنا هنشيل الكلام ده كله ونحط ايه، ونحط الاب راوتر. هو ساعتها بيمانج الراوتنج بان هو يعمل import للداتا، بيعمل كل حاجة تمام. فدي فكرة الداتا مود. تعالى كده بقى ان احنا نعمل npm run dev. هنا بيقول لي ايه uncaught error absolute route path slash product nested under path dashboard is not valid. تمام، مفيش مشكلة. نروح كده على الراوتر. هنا بدل ما يكون في سلاش برودكت هنشيل بس السلاش برودكت، هنشيلها من الباص بالشكل ده. نعمل سيف. طيب طلع لنا برضو بيقول لنا هنا ايه unexpected application error. طيب فين بقى الايرور ده؟ product.map is not a function. طيب هنا الايرور ده المفروض هو يروح بسبب ان احنا نحط له مثلا error boundary او error element تمام، عشان ما يظهرش للناس بالشكل ده. ولكن جميل بالنسبة لنا لو احنا في حالة development mode. هنا هو عنده مشكلة في ال product dot map. تعالى كده نروح على ال product. تعالى كده هنا نقول له عاوزين نعمل console لللوج عشان نفهم المشكلة. نعمل save. بعد كده نروح على console كده نعمل refresh. زي ما انت شايف كده هو بعت ريسبونس كله اللي هو هيكون فيه success message و dot data. طبعا الكلام ده ملهوش اي علاقة بالاوبجكت بتاعنا او التايب بتاعنا. فاحنا هنعمل ايه عشان نحل الموضوع ده؟ كل الحكاية ان احنا هنقول له dot data بس كده. نعمل ريفرش. فوالا. طيب ايه بقى الحوار ده؟ كل الحكاية ان انت هنا في راوتر دوت تي اس اكس تعمل حاجة اسمها response دوت داتا، وهنا كمان الريسبونس بتاعك هو دوت داتا اصلا. تمام. طيب ايه الحل لكده؟ كل الحكاية ان انت هتضيف هنا مثلا const product for example equal response dot data. بعد كده انت بدل ما تبعت response dot data لا انت هتبعت products dot data. تمام. تعمل save. المفروض كده ان الدنيا اشتغلت معاك كويس. ولو انت رحت على البرودكت كاتالوج هتلاقي ان انت هنا مفيش حاجة اسمها use loader dot data. تمام.